أستاذ سليم، في لا كومينوتي تاع جيامس بروتوكول جانا في اللايف سؤال يقول: راني نافستي بزاف في الديجيتال، بصح مانيش فاهم انا اللي ما نعرفش نخدم ولا نشكل في البروجي. إذا هذا السؤال أنا شخصيا واش نقول؟ نقول باللي ما نقدروش نديروا ما نقدرش ندير لك تشخيص يا أستاذي الفاضل اللي طرح السؤال هذا ولا الأساتذة اللي طرحوا هذا السؤال، ما نقدرش ندير تشخيص عن بعد، ولكن خلينا نعاودوا صيغة السؤال ونروحوا نفهموا خطوة خطوة كيفاش نقدروا نجاوبوا عليه مرتكزين على العلم. راني ننفيستي في الديجيتال، راني ننفيستي بزاف في الديجيتال، بصح مانيش عارف اسكو المشكل فيا انا مانيش عارف نخدم ولا المشكل في المنتوج. اخي الكريم خلينا نفهموا حاجه، انا نقول من فضلكم arrêtez de vendre des produits، arrêtez، حبسوا، ما تخليو في راسكم بلا كنتو تبيعوا في منتوج. ما كانش واحد يبيع في منتوج يا جماعه، والله ما كان واحد يبيع منتوج. كاينه مؤسسه، شوف معايا مليح، شوفوا معايا مليح كيفاش راح نبدا هذا التفسير. كاينه مؤسسه هنا وكاين شعب جزائري راه هنا، دونك كاين مستهلكين او مستعملين، وكاين هذا المستهلك وهذا المستعمل يمكن انه يكون هو الشاري كم قادر ما يكونش هو الشاري. اذا نقدر نشري ونصدق، نقدر نشري ونهدي كم نقدر نشري ونستعمل ونستهلك ولا نستعمل. راح دو حاجة ان هذا باش يقدر يستهلك او دونك مستهلك او مستعمل باش يستهلك ولا يستعمل ويقدر يشري، لازم يروح لوين؟ لازم يروح لنقطة واسمها نقطة بيع، نقطة بيع اللي هو لو بي او اس، صح؟ طيب وش يلقى لداخل هنايا؟ راح يلقى الحاجة اللي راح يحوس عليها، راح يلقى الحاجة اللي يحوس عليها. سؤال: الحاجة هذه منين جات؟ الحاجة هذه يا إما هي جات من عند إنسان واحد آخر هو اللي بحاله، جينيرالمون هذا الإنسان هو تاني نقطة بيع واحد آخر، ولكن الصفة تاعو والصفة تاع هذا ماشي كيف كيف. هذا يتعامل مباشرة مع هذا، يتعامل معه مباشرة، أما هذا الصفة تاعو حنا نقولوا يعاود السوق. وهو منين جابها؟ تقدر تصيب اللي هو جابها من عند نقطة بيع واحدة أخرى، وهذه نقطة البيع منين جابها؟ هو اللي جابها من عند المؤسسة، هو اللي جابها من عند المؤسسة اللي هي سوا راهي امبورتاسيون، سوا راهي تامبورتي، سوا راهي تصنع برودكسيون. راك تشوف المنطقة اخي الكريم زيناش رايح هكا. اذا واش نقولوا باللي هذه الحاجة اللي هي راهي هي نفسها هنايا واللي هي نفسها راهي هنا، اللي هي نسميوها المنتوج او الخدمة، اي هذه هي المنتوج ولا الخدمة. حقيقة منين خرجت؟ اي خرجت من هنا، راهي هي الراس لوريجين تاعها راهي هنا، ولكن نقولوا هذا التنقل هذا واسمه واش؟ واسمه المسار. هاو المسار يمشي هك، كي تشوف المسار يروح هك، ولكن الطلب برو هك. سؤال: تراك تقول لي في السؤال تاعك باللي ما على باليش المشكل فيا، راني مش عارف نخدم
وراني ننفيستي في الديجيتال ولا نشكر في المنتوج؟ يا اخي الكريم، باش تقدر تجاوب على اسكو هذا المنتوج هذا، اسكو هذا سؤال، هل يستجيب الواش، هل هو يستجيب إلى متطلبات هذا؟ لأن هذا غير مسار برك، احنا نحتاج هذا المنتوج اسكي يستجيب. وعلى هذه أنا باش نجاوبك نقول لك روح دير تقييم، فيريفي، وهي طرق علمية ونقدروا تصيبوها في الدورة التكوينية. عاود شوف الدورة التكوينية للتسويق، راح تصيب باللي باش نقدر نشوف اسك المنتوج نتاعي هل يستجيب حقيقة أو لا لطلب هذا. راح نقولوا هل هناك قيمة مدركة، قيمة مدركة. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue. والعلماء قلت باللي لا فالور هذه هي مقسومة إلى 4، تخص واحدة فيهم المنتوج تاعك ما يمشيش، الخدمة تاعك ما تمشيش. أولها هي لا فالور دوتيليتي، وظيفية. اسك هذا الحل تاعك، الحل هذا اسكو وظيفة تاعو تستجيب إلى طلب تاع هذا. إذا استجبت، هنا نولي نقولوا هناك إدراك لواحد القيمة نسميوها الندرة، لارارتي، يولي قابلها ويقول لك كيما هذا ما كانش. ثم إذا اكتملوا الزوج هادو تخرج حاجة نسميوها لا فالور، القيمة إيشانج، قيمة تبادلية. يعود يبان له البري ماشي غالي، تستاهل. ثم الآخرة هي الاستيم، جانب عاطفي، صافودير يولي مام هذاك المنتوج تاعك او الخدمة تاعك يولي ينصح بها، يحبها. نرماركيوها في الدار، قلت شحال من مرة ما تمسليش حاجتي، الشارجور تاعي، تليفون تاعي، هذاك لي زيكوتور تاعي ما نحب حتى ودي يستعملهم لي. علاه؟ حاجة عزيزة عليا، عزيزة. منين جاتك العزة هذه؟ باسكو شريتو، تبادلت الدراهم مع واش؟ مع الجودة تاع المنتوج، عطاوك الجودة عطيتهم الدراهم. وعاد يبان لك باللي هذه الماركة ما كانش كيما هي. هنا اللي نلقاو كيفاش نبنيو البراند، نبنيو البراند بهذه الندرة، لأنه فيه مجموعة واش من فوائد. هذه الفوائد وش من فوائد؟ هي فوائد وظيفية. راك تشوف باللي الدعوة راهي لاصقة في بعضها، كاين تسلسل منطقي. إذن نقول اغيتي، حبسوا ما تبيعوا منتوجات، بيعوا حلول. حل، حلول. ها واش لازمك تبيع؟ كي تبيع الحل او عندك مايند سيت حل، انك كنت تايا تسير هك، وليت تسير بالمنطق هذا، انك تجي من وتحب تفهم باش تروح تصنع ومن بعد توزع، لأنه المسار هو واش؟ المسار هو التوزيع. المسار هو التوزيع. إذن هنا جاوبنا على الشطر الأول من السؤال اللي هو المنتوج. أخي الكريم، راك تقول في السؤال، ولا الناس اللي طرحوا هذا السؤال راك تقول بصح راني نحط ندير بزاف يعني اجتهاد في لي ريزو سوسيو ومالغري سا ما مشاتش. ايه بصح وش هو الريزو سوسيو؟ ما معنى الشبكات الاجتماعية؟ الشبكة الاجتماعية هي واش؟ هي
تو سامبلومون هو مجال، وهذا المجال لا يلمس، باسكو راك تشوف بالعين برك، هو تقدرش تمس المنتوج، تقدر تسمع، تقدر تشوف في التليفون، في الطابلت، في الاورديناتور، مي ما تقدرش تلمس الحل نتاعك. اذا هنا المجال نسميه مجال غير ملموس، والمجال الغير ملموس يولي مجال حسي. والحاسة اللي نستعملوها بزاف في مجال الديجيتال هو العين، لأنه راح نصوروا منتوج، راح نديروا فيديو عليه، يعني أغلب الأحيان هي هذه. ممكن نستعملوا بيان سور aussi l'audio، سي بوسيبل. ولكن أخي الكريم، إذا حبيت استراتيجية تاعك، استراتيجية في الديجيتال تكون مليحة، رقم واحد لازم لو كونتوني تاعك لازم يستجيب ويمشي مع هذه الفوائد. لازم تبرزها وتبين الفوائد، يدخل فيها اللون، يدخل فيها الشكل، يدخل فيها الصوت، يدخل فيها الألوان، يدخل فيها المجال اللي تصور فيه. ولكن لازم تبرز هذه الفوائد، لأنه عندما تبين في الكونتوني تاعك الفوائد، نقولوا راك تدير في عملية واش؟ عملية الإغراء، تغري. لأنه في العلم كاين واحد العلم في علم النفس يسميه لا جيشتالت، هي اللي تقول كيفاش لو كونتوني تاعي يعبر على ويبرز الفوائد. فعملية الإبراز الفوائد هي ميكانيزمات أو عملية الإغراء. إذن هذه هي كيف نقولوها، سي لو برينسيپ، مبدأ تاع باش تفهم باللي ما راكش تبيع في منتوج، راك تبيع في حل. إذا أنا نقول لك عاود راجع نفسك وعاود اكتسب مايند سيت واحد آخر باش تقدر تنجح في عملية الترويج. حاجة واحدة أخرى، إذا كان أنت عندك هذا المنتوج يمشي غير uniquement sur les réseaux sociaux، الموضوع يحبس هنا. ولكن في حالة ما إذا المنتوج نتاعك يمشي في المسار التوزيعي، يعني ممكن توزعه، فهنا يا أخي الكريم أنا ننصحك أنها الميزانية التسويقية لازم تقسمها إلى زوج حوايج مهمين، هما كاين ثلاثة، أنا نهضر لك غير على زوج. صح، لو تي تي ال هو هذا مجال الديجيتال، أما لو بي تي ال هو لو تريد، يعني هو المجال اللي عنده علاقة بالتوزيع. احنا نقولوا بالعامية روح حمي، دير ميزانية باش تسخن المسار نتاعك، يعني هذا لازم يسخن. جينيرالمون هادو شكون هما الموزعين، لي ديستريبيوتور، هادو جينيرالمون لي غروسيست، وهادو جينيرالمون هو الديتاي. مهما كان الديتاي هادو يليق تسخنهم، لازم تنشط ما نسميوه الشبكة التوزيعية نتاعك، في حالة ما إذا كان عندك منتوج يستعمل أو يباع في ما هو الحلقة التوزيعية ويتباع فيزيكمون، لازم لا ديستريبيوشن. إذا ما لازمش لا ديستريبيوشن يبقى لازم ترتكز أكثر على المجال اللي هو البيدجي تي تي.
بيدجي دي تي ال هو هذا لو كونتوني تاعك ولا راح تصرف عليه دراهم باش تغري الناس. ولا هنا نقدر نقول لكم باللي هذا هو الجواب، يعني ب 50% من الدقه، او ما دخلناش يعني الغمق تاع 100% في التسويق، ولكن هذا هو القاعده العلميه في الجواب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.